مدرب في أحمد العجلاني كمدرب لفريق أولمبيك كوريبلا. كلكم كتعرفوا هذه تقريبا واحد الشهر باش وصلنا على مع السي فؤاد الصحفي الترابي. ومنذ ذاك الوقت سيل على إدارة النادي عدة طلبات وسيرات ذاتية ديال المدربين مغاربة وأجانب، منهم العرب منهم الفرنسيين البريطانيين إلى آخره. حنا كمكتب وكلجنة ما تسرعناش، وفعلا كنا درنا واحد المقاربة تشاركية اللي صنفنا فيها لجميع المكونين ديال أولمبيك كوريبلا، وعرفنا الاتجاه الصحيح فين كاين، وبعد دراسة معمقة ديال الملفات اختارت اللجنة واختار سيدي أحمد العجلاني كمدرب. سي أحمد العجلاني غادي نخليه هو يقدم لكم النبذة ديالو والسيرة الذاتية ديالو. تفضل سي أحمد العجلاني. السلام عليكم. أول شيء بالتقديم مع نفسي صراحة ما أشعر باعتزاز وافتخار اللي أنا في وسط النادي هذا، والترحيب نتاعكم يبين إلا اللي تعلق في النادي وتعلق في شعار الفريق اللي باش تحبوا توصلوا له أنا توصل بالنادي نتاعكم إلى أفضل المراتب واسترجاع لقب بطولة هرب على النادي صار له تقريبا 10 سنين. 10 سنين. ها؟ 7 سنين. صار في 2007. إن شاء الله نتمنى باش تكون الانطلاقة معايا، لكن أنا وحدي ما أقدر أسوي شيء، لأنه رأس المال في الفريق هم اللاعبين اللي عليهم مسؤولية كبيرة، هم الجماهير اللي تحس، هي الإدارة اللي عندها ضلع، وما هي الصحافة والإعلام اللي قادر باش يدعم الفريق وباش يشد أزره خاصة في الأوقات الحالية. بالنسبة لأحمد العجلاني أنا عمري 53 سنة. 53 سنة صار في التدريب مدرب محترف تقريبا أكثر من 23 سنة. عديت 17 سنة الأخيرة كلها في الخليج، 14 سنة في السعودية و3 سنوات في الإمارات، لكن أكثر الشغل اشتغلته في السعودية. دربت العديد من الأندية، دربت نادي الخليج اللي جيت معه المسيرة 2 سنين، دربت العروبة، دربت الشعرة صعدتها الممتاز، دربت القادسية صعدتها الممتاز، لعبت مع الدور النهائي، لعبت المربع، دربت الهلال، دربت الطائي، دربت نادي الشباب، دربت نادي الحزم، دربت نادي الشعب الإماراتي، دربت نادي الإمارات الإماراتي. تعدوا علي دربوا عندي الكثير من اللاعبين المغاربة. وكنت أنا الحمد لله رب العالمين كنت صدقت جبتهم من السعودية باش نسميهم. خرجت على أولمبيك كوريبلا قبل 8 سنين تقريبا. جابوا لي رئيس النادي الشباب، جاب لي سيدي باش نتفرج فيه على لاعب مدافع سنغالي كان عنده توري. ايوه، جابوا لي المدافع، اخترت صلاح الدين عقاد. جابوا لي كاسيت باش نتفرج على المدافع، قلت لا حاسب لي الصغير هذا صلاح الدين عقاد. الحمد لله اللي وفق ربي، واللي كانت عنده مسيره، واول ما بدا كان معايا في نادي الحزم. دربوا معايا سعيد الخرازي، مصطفى علاوي، حسن الطير، نبيل الداودي، عبد الكريم بن هديه درب معايا شويه في نادي الامارات، ومن بعد هرب. اول ما راح السعوديه جاب 4 جوال في اول مباراه. صلاح عقاد، سمير فلاح اللي انتدبته في نفس الموسم، ويزيد القيسي. انا هذا بالنسبه للتجربه لي مع اللاعبين المغاربه اللي نشوف فيهم في كورتهم. انا جيت ضيف للمغرب في بطولة الأندية، بطولة العالم هذه الأندية. جيت وتفرجت وكنت مبسوط وفرحان بالمردود الكبير، وخاصة في الآخر التشريف نتاع جلالة الملك باش يحضر للكورة، وهذا دعم للرياضة وللرياضيين الكل، وتكريم للمدربين، أي مدرب سواء الفوزي بن زرقي ولا محمد فخير،
هو تكريم لكل المدربين، احنا نعتز بهم ونفتخر بهم الاثنين. المغرب معناها ما نحس بروحي غريب ان شاء الله، اللي انا في بلادي كما المغاربه يحسوا بروحهم في بلادهم في تونس، انا نحس بروحي في بلادي. اللي نوعدكم به اللي معناها مش بعد 17 سنه في الخليج باش نجي نشوف، لا تشوفوا مدرب اللي يحب ينجح، اللي يحب يربح في كل مقابله. نتمنى باش تستحملوني لأن بولا نتاع عصب ونحب نربح مهما كان في المقابلات الكل. نتمنى باش يستحملوني خاصة اللاعبين، لأنه نحب نربح ونحب نربح صراحة، نحب نربح أكثر من اللاعبين وأكثر من أي محب وأكثر من أي من حتى من الإدارة. أنا نحب نربح في كل مقابلة، عندي عقلية نحب نربح، ما نحب نخسر حتى لو نلعب ورقة، ما أحب أخسر وهذه عقليتي. لكن ما أحب أربح بأشياء لا بالقوة. أنا بولادنا لازم يكونوا حاضرين، لازم يكونوا جاهزين باش نربحوا. التوفيق المدرب وحده ما يقدر يسوي حد شيء مهما كان، لازم يكون فيه مساندة كبيرة من الجماهير، لازم يكون الملعب نتاعنا يكون أي فريق يجينا سميوها اللي تحبوا سميوها تروب الفات، يجي هنا للنادي يخلي لنا النقاط ونسلموا عليهم بعد. نتمنى باش الانتدابات موفقة. اللاعبين الصغار نحب اللاعبين الصغار، مش معناها نحب اللاعبين الكبار نكره اللاعبين الكبار، لا. في الكورة فيه جيجز يلعب 40 سنة وفيه ما تقول صغير اللي عمره 23 سنة. 23 سنة ما عاد صغير، ممكن 18 سنة يلعب. والكورة ما هي اسم، وانا ما امشي بوزنايا، انا امشي بعينيا باش نشوف. ممكن تجي تحكي لي على لاعب عادي، لكن تحكي لي عليه برا، لكن انا اشوفه في الملعب. اعطاني في الملعب يلعب، ربحني يلعب، ما يربحني ما يلعب، ولو عنده توصيات. نتمنى التوفيق. صحفيين كلمة بين قوسين، نعرف اللي لازم مش تصير بيننا وبين تاتش اكيد. هذا حقه، تشتغل على روحكم. انا حقه وحقي انا باش ما يطلعوا اخبار النادي واخبار نادينا للاعلام. انتم حقكم باش تشتغلوا، لكن حقي انا وحق الفريق باش ما تطلع اخبارنا، لانه كل بيوت فيها مشاكل، كل بيت فيها مشاكل، وافضل المشاكل اللي تحل بدون تجيش وشوشره وكذا. انتم تشتغلوا على روحكم، انا احترم شغلي. انا ان شاء الله تلقوا مني الا المساندة مهما كان الربح والخساره. انا احب دائما افوز، لكن انا تنتهي المباراه بالنسبه لي صافح المنافس وانتهت المباراه. اسعى في كل مقابله باش افوز، لكن تنتهي المباراه عند توفيق الحكم. نتمنى التوفيق ونتمنى دعواتكم معنا، وان شاء الله الكوره راي ما يفوت فلوس، ما يفوت فلوس. الكوره هي اخلاص، هي نيه، هي توفيق من عند ربي. توفيق من عند ربي لما يجي بيكون تكاتف الناس الكل، وتكون عقليه واحده وايد واحده. ان شاء الله ربي يوفقنا، وان شاء الله انا نكون عند حسن الظن وفي مستوى الثقه اللي اعطاها فيها، خاصه صاحبي عبد الشافعي اللي كان هو اكثر واحد اللي يحب يدخل المغرب من كم سنه. انا ان شاء الله نكون في مستوى الثقه اللي حطوها فيها الاداره، خاصة الدكتور مصطفى والفريق كامل معاه. نحب نشكر المدرب اللي كان الصحفي اللي نعرفه من السعودية، اللي هو اشتغل وقام بواجبه، لأنه في الكورة ما تجي تدخل من صفر، لازم في أشياء ناس اشتغلت قبل. نحب نشكره ونقولوا هذيك سنة الحياة في الكورة، لازم إن شاء الله التوفيق ودعواتكم معنا. أن
الخدمة الاستعداد ديالو لكيجي باش يهيئ الفريق وسط هذا الجماهير. وأنا كذلك دوري وجه تحية وتشكر في عزيز الشافعي اللي هو وكيل الأعمال ديال هذا اللي كل فرق كيحب هذا الفريق كيحب هذه المدينة. أنا قدموا لي الشكر. كاين هنا؟ هو اللي ساعدنا في الكتاب ديال السبلانية ودير معنا واحد العقد معنوي، واحد الكونترا دو ميدياسيون معنوية ماشي كاع مكتوبة، بأنه غادي يساعدنا لا في اللاعب اللي جبناه ولا في المساعدة ديال الدراري اللي قدروا يحترفوا إلى آخره. فهذا السيد هو من مدينة فاس ولكن كيحب هذه المدينة وكيفكر فيها، يكونوا على يقين بأنه غادي يساعدنا في المستقبل، لأنه حنا ما يمكنش نطوف دائما غير كما هو. راه الفروق عندها الناس اللي عندهم دي كونترا دو ميدياسيون كيعاونوهم. راه كاين لما كيجي لك الجوار انت غتقابلو تفرقه زي الشافعي ديال اولمبيك خريبكا في المرتبه الاولى وغادي يعاوننا ان شاء الله.